شهيد كدن حتى كجكا إزديا خلاص بكن وملت بهزار وبيست يخسر ما اجي سوريا خلاص كن او جي هم خوينا وان شهيدا ام نكارم كا ازيد ام بيجي في يا في ديني يا في نتوي فرمانش برا انينا ام زانن چن نتاو دينا همون نفقصد دهينن وان هم كا جان خدان حتى فقط كجو جنين وزار كي ازيد خلاص كن ام وكر ازيد ام بيج ام بجنا خبر وان شهيدا هم كذا توينن راستي كيف خوشيه جيكا راس داعش بهزار كجو جنيما وآخاما ومزارده مديروز نقلا هرا بري هاتينا أشغالجي دست آبينا مزارده مديروز وتقاندو فجرادن نفسها فكرة يعني أمريكا فكرة داعش وآلية عثمانية تركا أمجي خود بقين شلو عفريني تشتي قبنار همو تقاندو فجرادن شغالجي داعش نفسها فكرة نفسها شوازي كرن حتى أو تشت بشي بس أم وين بخور جدينا أم ملت هموجي كدينا وفرقينا إحنا شغلك الدين إيش قتل عامي هيا ونا شغلك بخور يابان في قتل عامي هيا أبي ذهنية أدا سلادة السياسة أم زانم فان وسافية حتى شمالي بنا قاعدة كفا وقاربين إستر وشلاطان أبين دا بنشر لي فكرة كويس سرنا كتن أبي بسايدة شرباني آزادی شنگال حتی آزاد کنیم و حتی هم برپاس کنیم اما که ازدیجی حتی تاریخ امی آشتفاز بین و امی نفس تاریخ آقا چلو تاریخ اما اش ملتا رکیا چلو تاریخ اما فداوی ملتا رکیا ام جی و که ازدی محافظ قرنی دا امی برپاس کنیم و امی بارسنا آهم قابگن و دیسا امی بیجن سرکفتن اما همو کاره سرکفتن انسان اتفاق نبدا خبي سركفت اما وان انسانه انا توايا ابغوجا ادينايا مجي استنا به جماعه ازدي اما بمنطقه دي سوتي جوزيت كم ام هي بينن ابي به سركفتنا ما بغوجا همكا ودينا همكا اجبرت هي الفاشيه وقتي تشتبي وقتي تشتكي سابي اباكن سلام جو همكا شكرا للسيدة فريدة سعدو على المشاركة القيمة. أتوجه بسؤالي إلى الأستاذة مادلين خميس الرئيسة المشتركة لحزب سوريا الديمقراطي حول مساهمة المرأة في بناء أركان الإخاء في المجتمع في الحضارات القديمة. طبعا باسمي وباسم المكون الآشوري أهني ملتقى الأديان بانعقاد مؤتمر الدولي الثاني، نتمنى له التوفيق والنجاح بأعماله كافة. وبدوري كمرأة آشورية حبيت أركز على موضوع المرأة بالحضارة الآشورية ودورها الحضاري الإنساني. أبدأ حديثي بالسلام على المرأة، تحية محبة وتقدير وسلام لكل امرأة في العالم، وخصوصا تلك المرأة التي تعمل بيدها وتهز السرير باليد الأخرى لتبني جيلا محبا للسلام، السلام الذي اشتاقت إليه الأرض في كل مكان بعيدا عن الحروب والاحتلالات والمجازر وإقصاء الإنسان والشعوب من بيوتها وأوطانها. دور المرأة مهم في بناء الحضارة، لذلك يقال إذا أردت هدم حضارة فعليك بهدم الأسرة، فالأسرة هي أساس بناء المجتمعات التي تتكون من ملايين الأسر الممتدة، وأصل الأسرة يكمن في المرأة الصالحة. وبالتالي إذا قللنا من دور المرأة وأنقصنا من قدراتها وجعلنا المرأة تخجل من دورها العظيم في الحياة وهو ربة المنزل، فإننا بذلك ندق ناقوس الخطر في جدار الأسرة، وبالتالي عندما تهدم الأسرة فتلقائيا سيتفكك المجتمع وتنهار الحضارة وتمحى من التاريخ. دور المرأة بالمجتمع
يحسب للمرأة أدوار كثيرة وكبيرة في المجتمع، حالها حال الرجل، وقد شاركت عبر العصور القديمة والحديثة في شتى المجالات، وكان لها أدوار أخرى عديدة كشاعرة وملكة وفقيهة ومحاربة وفنانة ومعالجة، كما أن لها الفضل في عديد من الاختراعات. ولعل الدور الأساسي يتمثل في بناء أسرتها ورعايتها، حيث تقع على عاتقها كامل مسؤولية تربية الأجيال، وتتحمل كزوجة أمر إدارة البيت واقتصاده وجل أموره. إن الحضارات الإنسانية الأساسية هي 10 حضارات: الحضارة المصرية، حضارة الصين، الحضارة الإغريقية، الحضارة اليونانية، حضارة الهند، الحضارة الفارسية، الحضارة الرومانية، حضارة الأزتك، حضارة الإنكا. وكل هذه الحضارات وبلا استثناء تدين لمهد الحضارات وأقدمها، وهي الحضارة الآشورية التي تم تسميتها بأسماء أخرى، منها حضارة بين النهرين، وادي الرافدين أو ميزوبوتاميا. أما الاسم الأصيل والحقيقي لها فهو الحضارة الآشورية. والحضارات القديمة الأولى ما هي إلا انعكاس الماضي الذي بناه أجدادنا، والتطور والازدهار الذي تحقق في عهدهم. ولو ألقينا نظرة على تاريخنا وتصفحنا في صفحاته لوجدنا بأن أعظم الحضارات هي حضارة ما بين النهرين، وأن الأقدم والأعرق والأكثر تأثيراً على مسيرة البشرية حتى يومنا هذا. ونحن ورثة تلك الحضارة المتميزة، وورثة أولى القوانين المدونة في العالم، ألا وهو قانون حمورابي الذي خصصت شريعته في بابل أكثر من 30 مادة قانونية لشؤون الأسرة وللمرأة بالذات، من زواج وطلاق وإرث وتبني وحمايتها من أنواع الاعتداء. واجبنا كآشوريون وكأقدم حضارة وجدت على هذا الكوكب أن نقدم للعالم أجمع نموذجاً رائعاً وراقياً لدور ومكانة المرأة الآشورية المعاصرة، وكما كانت صورة المرأة الآشورية في حضارة أجدادنا الآشوريين ودورها في بناء المجتمع وقيادته مشرقاً ومعطاءً، بكون الآشوريين من أوائل المجتمعات البشرية التي أعطت مكانة مقدسة للمرأة وأظهرتها بما قدمته من معطيات خلاقة في قيادة المجتمع وتطوره، وبما يواكب ما كان يقدمه الرجل إن كان أباً أو أخاً أو زوجاً، وإن لم تكن في كثير من المواقع تتقدم عليه، لنلتمس مما ذكره التاريخ وبما أرخه المؤرخون في قراءاتهم وبما تم تدوينه على الرقم الطينية لتكون خير شاهد على مكانة المرأة الآشورية في المجتمع الآشوري آنذاك. فكانت مكانة المرأة الآشورية في تلك المجتمعات عالية وسامية بل ومقدسة، فكانت راقية وخلاقة بنشاطها وتجددها، ولم تكن تظهر بأي صفة من تلك الصفات، كونها مخلوق متلبد خامل يقودها الرجل كيفما شاء، كما يفعل اليوم رجال الفكر الظلامي في المجتمعات المتخلفة. فكانت الإلهة إنانا أو عشتار رمز للمرأة المبدعة بطاقاتها الخلاقة، فهي إلهة الحب والجمال والتجدد والخصب والمطر والزراعة والصيد، وهي القوة والجمال والعقل والابتكار وتقدم أفعالها باقتدار ونشاط وحيوية. والمرأة السورية والعراقية اليوم هي نفسها تلك المرأة، ولكن ما جعلها واهنة وناقصة كما توصف الآن هو هذا الرجل عبر ثقافة ذكورية فجة أرغمها للخضوع عبر صراعات إيديولوجية سياسية وطبقية، وكانت مما أفرزته هذه الصراعات هزيمة المرأة وانتكاس دورها التاريخي. فأين هذه المرأة اليوم من أمها وجدتها ومثيلتها في تاريخ أجدادنا الآشوريين العظماء، وهي سليلة الحضارة الآشورية،
فكانت إلهة مقدسة، وكانت ملكة وحكيمة، وفي نفس الوقت إلهة القوة والحرب، فتوصف بشجاعتها وقوتها في مواجهة الأعداء. هذه هي صورة المرأة الآشورية في التاريخ. التاريخ الذي نستلهم منه كل مفردات الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية وعلى كل المستويات، لتأتي من بعد عشتار الأميرة، تلك المرأة التي جمعت بين مناصب ثلاثة، فكانت شاعرة تخاطب القلوب وكبيرة كاهنات الآلهة، والأميرة التي وحدت البلاد أكاد وسومر في حضارة واحدة، إنها الأميرة أنكيدو أنا، ويعني اسمها الكاهنة العليا زينة السماء، وهي من سلالة الآشوريين في العصر الآشوري القديم، ابنة الملك سرغون الأكادي الذي تميزت بشخصيتها القوية، واستطاعت إدارة شؤون البلاد بإدارة حكيمة، وقد عرف عنها كونها كانت تكتب الشعر، وقد كتبت الكثير من القصائد، واعتبرت أول شاعرة في التاريخ لأنها كانت تذيل على ألواح قصائدها اسمها، حيث بلغ عدد قصائدها 42 قصيدة، ويعتبر الكثير من المؤرخين كونها أول ناشطة نسوية في العالم. وإضافة إلى ذلك كانت تدير شؤون البلاد الاجتماعية، ولشخصيتها القوية تركت بصماتها في التاريخ، وقد لقبوها بشكسبير الأدب الآشوري السومري. ومن ثم يذكر لنا التاريخ سجل آخر حافل بتاريخ المرأة الآشورية ودورها الكبير في تاريخ حضارة آشور، الحافل بالمنجزات الذي قدمته الملكة الآشورية شاميرام أو سميراميس لتكون أول ملكة على الإمبراطورية الآشورية، وهي من قادت الجيوش في كل اتجاهات الأرض شمالا وشرقا وجنوبا وغربا في بلاد آسيا الشاسعة الواسعة، وهي من وحدت بلاد بابل وآشور، فكانت الملكة شاميرام رمز القوة وإرادة الحياة وعنوان العمران والبناء، فذاع صيتها في الشرق والغرب، وكانت رمز القوة والشجاعة، كما كانت أيضا رمز الجمال والشهرة. أما في ستينيات القرن الماضي برزت البطلة الآشورية ذات التطلعات اليسارية المناضلة مارغريت جورج، التي حملت السلاح بوجه الفاشيين في الحكومة العراقية، التي كانت تقمع تطلعات الآشوريين في حق تقرير المصير. وقفت بشجاعة وقوة لا مثيل لها، وشهد على بطولاتها أعدائها قبل أصدقائها، وبرهنت شجاعتها في إدارة المعارك وقيادة الفصائل المسلحة آنذاك، وليس من أجل الحرية لأبناء قومها الآشوري فحسب، بل للمطالبة بالحرية والمساواة وإعلان حقوق المرأة في العراق بصورة عامة. نعم، إن المرأة الآشورية حققت حضورها وسط مخاطر طريق النضال والتحدي، والكثير منهن من دفن طموحاتهن وأحلامهن باستشهادهن من أجل مصلحة شعبنا الآشوري العليا في حق تقرير المصير وبإيمانهم بالحرية، فلم تبقى المرأة خارج التاريخ بمشاركتها وانخراطها في كل أنشطة الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية، فعبرت عن إرادتها بخلق وتغيير وبناء المجتمع بما يلبي طموحاتها. وهذا الحراك النسوي سجل في تاريخها كقوة تنموية في المجال السياسي والاجتماعي والثقافي وحتى الاقتصادي، ليتقاسمن الأدوار التاريخية بينهن وبين الرجال، ليتم تعزيز مفهوم الموازنة والشراكة في الحياة. ومن خلال هذا الفهم المشترك بين الرجل والمرأة أخذت المرأة الآشورية حقوقها ولم تنتظر من يمنحها، لأن حضورها في كل ميادين الحياة كان كفيلا ومشرفا لتأخذ حقوقها بفعل ما أنجزته وقدمته لمجتمعها وكل المجتمعات. وفي النهاية استطاعت المرأة الآشورية أن تكون رمزا من رموز النضال في العالمين القديم والحديث، واستطاعت أن تلفت الأنظار إليه عبر التضحيات
التي قدمتها، مما جعلها تتبوأ مكانة مجتمعية وسياسية هامة ليس في مجتمعنا الآشوري فحسب بل في العالم. بالطبع نحن لا نريد أن نعيش على أمجاد الماضي، بل نعيش في حاضر نكون نحن صانعه، وأن نثبت بأن لدينا القدرة على تحمل المشقة والنضال الطويل لنعاود تواصل الحضارات نحو الرقي. وكل ما يهمنا ويعنينا في النهاية هو أن تكون حقوق المرأة كتلة واحدة لا تتجزأ، وأن نعطي الأجيال القادمة دفعة قوية ليرفعوا بكل ثقة وقوة شعار العدالة والمساواة، ويضعوا قوانين ويطبقوها فعليا لحفظ حقوق المرأة وحريتها وإنسانيتها واستقرارها في مجتمع يعرف قيمة وجوهر المرأة التي لها دور تاريخي شامل على مر العصور. والمرأة كما هو معروف ما تزال بحاجة إلى الإنصاف والمساواة في كافة ميادين الحياة، وأيضا ما أحوجها إلى الاهتمام والرحمة والديمقراطية والعدل دون تعصب وتحقير يقلل من كيانها وأنوثتها. شكرا لإصغائكم. شكرا للأستاذة مادلين خميس. الأم هي حجر الأساس في تنشئة الأسرة والمجتمع المترابط، فبقدر ما ترعى جميع أفراد الأسرة وبمدى ترابط هذه الأسرة يكون نجاحها ويكون أمان واستقرار المجتمعات. تشاركنا في هذا الموضوع الدكتورة رنا العيازرة، دكتورة صحة عامة، من خلال فيديو حول هذا الموضوع. تعريف الإخاء بمعناها المواساة وتحقيق الترابط والأخوة بين أبناء المجتمع الواحد هو هدف كتير كبير بيعمل مجتمع مثالي، مجتمع يحقق المساواة بين أفراده، المساواة في الحقوق، المساواة في الواجبات، المساواة في النظرة والمعاملة وتكافؤ الفرص. لكي نحقق هذا المجتمع المثالي نوعا ما يجب أن ننتبه إلى الأسرة التي هي اللبنة الأساسية لبناء المجتمع. الأسرة الصحيحة تبني مجتمع صحيح، ولكي نحقق الأسرة الصحيحة يجب أن نهتم بالمرأة. المرأة هي أساس الأسرة، وكما يقول الشاعر: الأم مدرسة إذا أعددتها أعددت شعبا طيب الأعراق. المرأة تستطيع أن تؤسس أسرة صحيحة، أبناء صحيحين، إذا كانت قادرة أن تحقق فكر حر مستقل. المرأة المتعلمة تستطيع أن تبني فكر حر مستقل، تستطيع أن تتبنى هذه الأفكار والقيم السامية، تستطيع أن تزرعها في أبنائها، تستطيع أن تتخلص من الرواسب المجتمعية القديمة. أنا برأيي الشخصي أن المرأة ظلمت ظلم مجتمعي على مر العصور أكثر من ظلم ديني. المجتمع هو الذي ظلم المرأة بعاداته وتقاليده التي يجب أن نتخلص منها. بالحديث قليلا عن خصوصية المرأة في الدين المسيحي، هناك نساء القائدات في الدين المسيحي، هناك أمنا العذراء مريم التي كرمها الناس جميعا. هناك في العصور القديمة النساء الملكات، النساء القائدات، النساء الطبيبات، النساء المعلمات. لكن لكي نستطيع أن نعيد للمرأة ألقها، لأنه أجد أنه فيما سبق في مراحل أخذت المرأة حقها أكثر من الآن، وخصوصا في مجتمعاتنا، ولكن نستطيع أن نعيد هذا الألق بدور المرأة. يجب أن نهتم ببناء امرأة مثقفة متعلمة حرة مستقلة قادرة على بناء جيل يؤمن بالمساواة، جيل يؤمن بالإخاء، جيل يؤمن بالحوار المتبادل بين أبناء المجتمع الواحد لتحقيق نمو وتطور. لأن المجتمعات حتى تتطور يجب أن تتبنى أفكار نيرة
يجب أن تتقبل الآخر، يجب أن تؤمن بالآخر، ويجب أن نكون يداً واحدة لبناء المجتمع. شكراً. شكراً للدكتورة رنا العياسة. أتوجه بسؤالي إلى الأستاذة شفاء الصوان الباحثة في شؤون المرأة حول دور المرأة والشباب في ترسيخ مبادئ الأخوة في المجتمع المتعدد والمتنوع. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لكم لدعوتي يعني برأيي موضوع الشباب موضوع كثير مهم، لأنه هن العجلة اللي بيحركوا فيها المجتمع، وإذا صلح المجتمع، وإذا فسد فالمجتمع كمان بيكون فسد. يعني أكيد في تحديات وصعوبات بيمروا فيها، لكن بنفس الوقت عندهم هي الطاقة والقدرة على التطور والتعلم المستمر. هلا اي شيء هو بيعيق التواصل بين اي فئات المجتمع هو التعصب. بس الانسان يشوف بنظاره واحده ما عاد يقدر يشوف ايجابيات الاخر، بيشوف بس شيء معين اللي هو بده يشوفه. بينما كل ما الانسان توسع اكثر، تعرف على اديان اكثر، سافر، شاف ناس اكثر، كل ما كان عنده زاد عنده نظره الوفره، ان الحياه فيها الاختلاف هو غنى، وبيصير عنده حتى غنى بشخصيته. يعني الانسان لما بيكون بيتعامل مع الاخرين، فدائما الانسان الواعي او الشباب الواعي بيكون عندهم المرونه في التعامل مع الاحداث، مع الظروف، بيكون ما عندهم صعب انجرارهم لاي حروب او صراعات، لانه عندهم هذا المستوى الوعي العالي اللي هو ما بيجرهم للصراعات، بالعكس بيجرهم ليكونوا رسل سلام باوقات الصراعات. طبعا كمان دور المرأة كثير في عندها المرونة اللي بتعطيها، هي اللي بتقدر تكون بكل مكان بطريقة بسلام، يعني لأنه هي غالبا لا تؤمن بالعنف أو بالحرب. يعني فمثل الملكة بلقيس لما قالت لأنه سيدنا سليمان مرسلة إليه بهدية، يعني إنه حتى إنه ما تفوت بحروب وصراعات. ودائما الاستبداد الديني او الاستبداد السياسي بيساعد على هي نظره التعصب، وبيصير الناس شيعه، يعني فئات ما بتتصالح مع بعض، بتعادي بعض. وهو كل الانسان بيشوف الاله بنظرته لنفسه، فكل ما كان الانسان رحيم بنفسه ومحب لنفسه بيحب اي شيء من روح الله، البشر والحجر والشجر، حتى المختلف عنه شو ما كان دينه او حتى لو كان بلد دين. يعني وفكره الابائيه بالنسبه للشباب اظن انه بالاوقات والظروف اللي نحن مرينا فيها طلعوا منها تماما فكره الابائيه، لانه رب العالمين ذكر بالقران انه دائما بيكونوا متمسكين بالابائيه، انه لا يعقلون ولا يهتدون، ما عندهم هي الخروج عن يعني التطور، يعني بيضلوا بنفس انه وجدنا اباءنا على امه فهم على اثارهم يهرعون. يعني دائما بيكونوا تكمشهم بكلام الاباء او بالعادات والتقاليد هي اللي بتخلي المجتمع مدمر. مثل القرى دائما رب العالمين ذكر بالقران ان القرى دائما تهلك بسبب الجمود، بسبب ما في تعدديه بالمجتمع، ما في تعدديه سياسيه، ما في تعدديه اجتماعيه، ما في اختلافات بين الاشخاص، ما في تواصل بيناتهم. فالازمات غالبا هي بتكسر الحواجز بين فئات بين الاديان والاعراق، لانه هي بتصير هذا الانسان اللي انا بخاف منه صرت بعرفه، صرت انه هذا الانسان لا ما بيخوف، صار هذا الانسان بالنسبه لي اخ وشريك على الارض، لانه انا بدي ابني معه الارض. لما الشباب بيوعى بيوصل لمرحله عاليه من الوعي بيطلع فوق هي القصص للبناء، بيطلع من فكره الصراعات وانه انا ديني الافضل وانا الاوعى وانا كذا، لفكره انه انا لكم دينكم ولي دين. واول ايه نزلت بالقران، مو اول ايه نزلت بالقران، اول بسوره بالقران الحمد لله رب العالمين، مو رب المسلمين، واخر ايه قل اعوذ برب الناس، مو رب كمان المسلمين، فرب العالمين هو لكل الناس. يعني فكل ما كان الانسان المسلم، انا مسلمه، عنده نظره لذاته فيها حب شديد لله، بيحب الاشخاص الاخرين،
وبيتآلف معهم وبيصنع فيهم، بيصنع معهم الخير. وكمان في حديث عن الرسول اللهم صل عليه بيقول احب الناس الى الله انفعهم للناس. وما بيكون الانسان نافع لما بيكون الانسان عنده صراعات داخليه وبيسقطها على الاخرين. وكمان دائما الانسان لما بيتعصب هو بيكون عنده حاله من البغي الداخلي والظلم الداخلي، بيسقطوا هذا الظلم على الاخرين. وكل ما كان معه سلام داخلي وتصالح مع ذاته كل ما كان اكثر سلاما، اكثر محبه للاخرين. هو ما له يعني فكره، في ناس بيقولوا انه نحن عم نميع الدين او كذا، لا، الدين اجى بالسلام ورب العالمين دعا الى السلام، يعني دعا الى السلام. وحاله الحروب فقط دفاع عن النفس. نحن ما عندنا حتى الاديان كلها ما عندها الدين كالهجوم، الدين هو فقط دفاع عن النفس لما الانسان يتعرض للاعتداء. حتى في طرق كثير اخرى ممكن الانسان انه هو بطريقه الذكاء، المرونه، القوه، قوه العلم، واعدوا لهم ما استطعتم من قوه، مو بس السلاح، قوه العقل، قوه العلم. هلا يعني ما عاد في قوه السلاح، يعني ما عاد لها قيمه صراحه، لان دائما القوه مقابله لما بيجي الانسان بيعادي الاخرين وبيكون بيستقوي عليهم. لما بيجي فرصه لهذا الانسان اللي استقويت عليه واستضعفته رح يجي يهجم علي بنفس الطريقه ويعاديني بطريقه اكبر من هي اللي انا هجمت عليه فيها. فافضل طريقه اني اوصل لاني انا اعيش بسلام، اني انا اكون بسلام مع الاخرين وبصدق وبنوايا طيبه، مثل ما رب العالمين امرنا بكل الاديان. وكمان أستاذة شفاء، نلاحظ انتشار ظاهر من التعصب الديني بين الشباب، ماذا تفسرين هذا الموضوع؟ هلا التعصب الديني سببه جمود الأهل خصوصا بين الشباب. تمام، التعصب الديني سببه انه هو عدم الانفتاح على الآخر، هو ما بيعرف مين هذا الآخر. التعصب الديني الأهل انه لا تحكي مع فلان من الطائفة الفلانية، لا تحكي مع كذا، لا تحكي. بس هو لما بيكتشف بذاته بيسافر وبيطلع لمكان ثاني، وكثير ناس بيعيشوا باوروبا انه هدول كفار، مثل ما دام كفار رجعوا ليش قاعدين عندهم الكفار مثلا. فنفس الفكره، اذا انت مالك شايف حالك من الناس ليش قاعد عم تعاشر الناس وتعادي الناس؟ الفكره اما الانسان بيعيش بصحراء لحاله وبينغلق، يعني انا ما بعرف اقول له دائما هذا، يعني انا بقول له للشاب انه انت عيش بصحراء لحالك، فيك تصارع الصحراء وفيك تصارع الحيطان. بينما لما انت بدك تعيش مع انسان بدك تعمل افضل ما عندك، وشيء افضل ما عندك اذا دينك انت عن جد هو دين. دائما اذا كان نظرتنا، اذا كان انا ديني لا يامرني بالحب والسلام مع الاخر، فهذا دين خاطئ بدي راجع حالي فيه. وانا يعني الافضل ان الواحد يطلع منه احسن ما يضل انسان ضحيه للشر اللي هو ممكن يمارسه باسم اي دين ممكن يكون عم يتبناه. يعني شكرا استاذه شفاء الصواب، باحثه في شؤون المراه. شكرا لكل زميلاتي. طبعا قبل ما ننهي المحور رح نستقبل بعض المداخلات. اذا في حدا عنده اي سؤال او مداخله يتفضل. استاذ حنا صومي تفضل، الاسم والوظيفه بعد اذنك. حنا صومي، عضو مكتب ملتقى الاديان ومعتقدات بزغطان. طبعا اشكر النساء اللواتي تحدثنا فعلا باكثر من موضوع مهم جدا، ولكن ما استوقفنا ان الجميع سواء كنا عبر الفيديو او النساء المباركات الجالسات امامي تحدث ان العرف والعادات هي السبب في التخلف، في الجهل، في المصائب، الويلات التي أتت علينا، وآخرها عام 2011-12 وانتهاء من تلك اللوثة، ذلك الفكر الظلامي الذي انتهى في الباغوس الوضع الأصل. السؤال: بما أن العادات والتقاليد البالية، وهناك عادات وتقاليد أصيلة، أنا كسرياني أرمني كردي أشو عربي، في هناك عادات أصيلة متجذرة فينا ونفتخر بها، ولكن يعني هناك عادات بالية وأعراف. يعني لحد الآن مع الأسف
ابن العم يحير المرأة، يأخذ اللي عمره 25 سنة بعدين يأخذ أصغر وأصغر وأصغر، والكل مع الأسف الشديد يعني. هل هذا هو دور رجل الدين فقط؟ هل تخليصنا المرأة من تلك العادات والتقاليد يكمن في توحد الإدارة مع رجال الدين لكي نخلص من مشكلة كبيرة جدا 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 جعلت المرأة أحيانا عبدا بكل اسم؟ الدين المسيحي أو الإسلامي أو اليزيدي بحسب ما قرأنا أنه مع المرأة إنا خلقناكم من ذكر وأنثى لتعارفوا إلى آخره، والمؤمنون والمؤمنات وإلى آخره. يعني هذا الموجود في الإسلام والمسيحية وإلى آخره. السؤال الذي يطرح نفسه ويجب أن يعمل عليه حتى ما نعيد الكلام هذا، يعني الثأر، قتل هذه الفتاة وإلى آخره عن المرأة محكمة. طيب هل يعقل أنه أنا بالنسبة لي آجي أقتل شخص بمجرد السماع كما يقول إني أرى بأذني؟ هل يعقل أنه نحن ما عندنا علماء نفس وعلماء اجتماع وعلماء في المرأة وعلماء في العلوم الأخرى حتى نقدر كإدارة كدولة كمؤسسات كمجتمع دولي إلى آخره أنه هذه المنطقة شمال شرق سوريا على سبيل المثال هناك أكثر من 70 من النساء لا يعملن. لماذا؟ لكثرة التقاليد والعادات البالية، وكما قالوا بدون أمثال المرأة كذا وكذا وكذا، وهي بعيد كل بعد عن الدين الإسلامي أو المسيحي دول. فنتمنى أن يكون هذا جواب من الدكتورة إلهام بشكل خاص، لأنه هي تستطيع أن توصل هذا الصوت للإدارة، وأيضا نحن كملتقى الأديان جاهزون لنتوحد سوية لرفع الظلم عن هذه المرأة. بالنسبة لأستاذة مادلين، تحدثت عن المرأة الأشورية، ونحن نعرف تاريخ عظيم 1000 عام الإمبراطورية الأشورية، أناهيدا أول شاعر في التاريخ والآلهة عشتار وإلى آخره. لكن السؤال الذي يطرح نفسه، ماذا كان دور النساء الأشوريات فيما بعد داعش، بعد السبي الذي تعرض له النساء الأشوريات وقبلهن بعام 2014 في شمال؟ ماذا فعلت هذه المرأة العظيمة هي حفيدة عشتار وسيميراميس؟ وشكرا. السادة الحضور، الوقت يداهمنا، يعني كل مداخلة رجاء لا تزيد عن دقيقتين، وإذا كان سؤال يعني سؤال طبعا قصير، لكن المداخلات نرجو ألا والله أنت تفضلت ما أعطيك ما في مشكلة تفضل. الحديث للأستاذة إلهام أحمد. هلا بالتأكيد يعني العادات والتقاليد ما كلها جاية من أصول دينية. يعني المجتمع نفسه هو اللي خلق لنفسه بعض العادات والتقاليد. يعني العشائر مثلا، التركيبة العشائرية هي يعني فيها عادات مترسبة أدت إلى يعني إبعاد المرأة من مجالات الحياة الأخرى حتى تم حصرها بإطار معين، ألا وهو موضوع الزواج والإنجاب وخدمة المنزل. خصص مهامها بهذا الإطار فقط، بالتالي أدت معها العديد من العادات الأخرى، ألا وهو الحيار والقتل باسم الشرف وإلى ما هنالك من عادات. فهذه العادات هي كلها ما بإمكاننا ننسبها للدين، لكن المجتمع بنفسه هو هي الذهنية الذكورية هي اللي خلقت هذه العادات. فللتخلص من هذه العادات طبعا هي بدها عمل مكثف فكري، عمل فكري
ممكن ما يشبه ثورة ثقافية. يعني الثورة الثقافية اللي تؤدي إلى تغيير الذهنية في المجتمع لدى الجنسين. يعني هالعادات اللي موجودة صارت المرأة هي من نفسها تفرضها على بنتها، بالتالي يعني هي تأثرت يعني بفكر المجتمع لدى الجنسين. لذلك فمن الضروري أن نقوم بثورة ذهنية في المجتمع. بدأناها لكن لم تكتمل، لا زال يعني نحن بحاجة لمجهود كبير من هذه الناحية، من تعليم في مناهج، يعني مناهج التعليم لازم تكون على هذا الأساس، يعني يتم نقد هذه العادات وتغييرها بدءا من المدارس، من الأسرة إلى المدارس. المناهج التعليمية لازم تتضمن هذه الأمور، إضافة إلى ورشات العمل، الأعمال الفكرية يعني ثقافية إلى ما هنالك. الفن لازم يتضمن هذا العمل النقدي، التعليم لازم يتضمن العمل النقدي، حتى بورشات العمل الأخرى الفكرية. يعني وإشراك المرأة، يعني خلق فرص عمل للمرأة، هذا أيضا يؤدي بنسبة كبيرة إلى تغيير هذه الذهنية وتحقيق الثورة الثقافية فيها. كإدارة يعني تقع على عاتقها مهام كثيرة، إلى جانب مثلا إصدار قوانين وتشريعات ومتابعة تنفيذها بالشكل شو بدي أقول، الشكل اللي ممكن يتقبله المجتمع، يعني بآليات وأساليب بحيث لا تخلق ردود فعل لدى المجتمع ويتقبلها بشكل طوعي. فهذا الجانب مهم. يعني إلى جانب التشريعات يتطلب عمل فكري مكثف لدى كافة فئات المجتمع وبكل جوانب الحياة حتى يتم تغيير هذه العادات. شكرا أستاذة إلهام. أي مداخلة أخرى؟ تفضل إذا في ست مادلين بشكل مختصر بعد إذنك. طبعا شكرا على السؤال أستاذ حمد. طبعا المرأة الآشورية لم تقف مكتوفة الأيدي، وهي كمان بالأحرى المجتمع الآشوري كله كمان يعني صار عليه الشيء اللي صار على عانى من ما عاناه المجتمع ككل من كافة المكونات. يعني الشيء اللي صار على كل المكونات صار على المكون الآشوري كمان. طبعا أنا أخص بالذكر آشورية الخابور لأنه المكون الآشوري كان بالخابور. طبعا بعد ما خاصة بعد هجمة داعش، لما هجمت داعش على قرى الخابور وخطفت وأسرت وهالأمور كلها، حتى قبل هجمة داعش كان في مجموعات إرهابية كانت تجي على الخابور من هالأمور. فوقتها يعني ما وقفت المرأة الآشورية مكتوفة الأيدي، بالعكس قاومت ودافعت ووقفت بجانب الرجل، مثل وحدات حماية المرأة الكردية، مثل ما هن كانوا وحدات حماية، كمان المرأة الآشورية شكلت وحدات حماية وقامت دافعت ووقفت بخندق واحد مع الرجل واستشهدت. كمان بهذه المناسبة استذكر الشهداء كلهم واترحم عليهم، اترحم على الشهيدة وداد يونان والشهيدة شاميران مامو ولشهيدات الحرية كلها وشهداء الوطن كلهم. استشهدوا وقتها بهجمة داعش، وبالرغم من هالشيء ما استسلموا وما زالوا لحد اليوم واقفين وصامدين وعم بيحاربوا. طبعا الكل يعرف منطقة تلتمر هي منطقة خط جبهة، ما زالت المرأة واقفة وعم تحامي وتدافع مع أخيها الرجل يعني بخندق واحد. يعطيك العافية. شكرا أستاذة مادلين. إذا في أي مداخلة؟ لا رح نخلص ونعمل لابور، ما رح نطول كثير شيخي، يعني معلش نتحمل بعضنا شوي، ما رح نطول. تفضل أستاذ. اسمي سليمان جعفر، رئيس المشترك لاتحاد اليزيديين في عفرين. بالبداية بشكر كل الموجودين. أنا لاحظت بالمحورين شيء إيجابي
الكل هو الأول، يعني كل واحد حكى هو الأول، هذا شيء إيجابي. يعني الأيزيدي هو الأول، الزردشتي هو الأول، السني هو الأول، الآشوري هو ما في شيء. هذا شيء إيجابي. هالإيجابية المفروض نطلع الكل بالأول والكل نتشكر الإنسان اللي خلانا كلياتنا نطلع ونحن الأول. هو القائد عبد الله جلال، بنوجه له تحية غير مناسبة. شكرا. شكرا أستاذ. أي مداخلة أخرى؟ تفضل أستاذ خلود. بسم الله الرحمن الرحيم، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مبارك لكم مؤتمر الدولي الثاني لملتقى الأديان، مؤتمر ترفع له القبعات. الله يبارك جميع اللي اشتغل وتعب وسهر نطلع بهاي النتيجة. اليوم مثل ما تفضلتوا وتفضلوا الأساتذة الكرام، انه اليوم الملتقى بوضع كثير حساس، نحن محتاجين لهالملتقى لنأكد لحوار اتباع الأديان. اليوم انتم كموضوع المرأة نحن رح نحكي عنه شوي بلا زيادة على الشيء تفضلتوه. المرأة عبر الأديان نحن شفنا انه آدم عليه السلام لما الله سبحانه وتعالى خلق آدم ما خلق آدم ثاني معه، خلق حواء ليكملون المسيرة. سيدنا إبراهيم عليه السلام، سارة وهاجر كان لهم دور عظيم إلى جانب سيدنا إبراهيم. سيدنا داود أمه لما ألقت بفلذة كبدها مشان تنقذه يعني، وكمان أخته كانت عم تترقبه، وزوجة سيدنا فرعون كان لها دور كثير كبير في نشر الديانة اليهودية. سيدنا عيسى، مريم العذراء اللي تحملت الاتهامات وتحملت الظلم وتحملت الجوع لوحدها في سبيل نشر الديانة المسيحية. يعني هاي النساء الخالدات عبر التاريخ وعبر الأديان. اليوم بالديانة الإسلامية نحن شفنا خديجة رضي الله عنها لما الرسول عليه الصلاة والسلام قال زملوني زملوني، حضنته كأنها حضنت الإسلام بهذه الحضنة، ساندته بمالها وجاهها ونسبها. عائشة رضي الله عنها كانت عالمة وجامعة، هاي عائشة رضي الله عنها. اليوم أول شهيدة كانت امرأة بالدين الإسلامي. هلا بوقتنا الحالي نحن لما نحكي بثورة روج آفا وعم نلاقي قواتنا وقياداتنا كأمثال السيدة إلهام أحمد وبطلات اليبجة وشهيدات اللي دافعت عن الحرية والكرامة كمان ترفع لهم القبعات. يعطيكم ألف عافية والسلام عليكم. شكرا أستاذ خلود. تفضل شيخ. بسم الله الرحمن الرحيم. عمر الشامي، المؤسسة الدينية في حلب. أولا نثمن الجهود الجبارة القائمين على هذا المؤتمر العظيم، وأسأله جل في علاه أن يجعله في صحيفة أعمالكم. هو اقتراح للقائمين على هذا المؤتمر. نحن شئنا أم أبينا كما تكلم المحاضرون في هذا المؤتمر أن هناك نبذة بين الأديان أو الشرائع أو الأطياف. يعني مثل ما تكلموا ان دير بالك قرب على المسيحي، دير بالك بالايزيدي، دير بالك بالزردشتي. فانا اقتراحي ان يكون هناك مؤتمرا للتعرف على الاديان بشكل مفصل. كيف يعني؟ يعني هم الاديان السماويه كلها تدعو الى وحدانيه الله عز وجل. هذا يعني كلام لا ريب فيه، ولكن عندما يكون هناك مفاهيم مغلوطه عن بعض الشرائع وعن بعض الأديان فيجب علينا أن نتعرف إليها عن قرب. فلماذا لا يكون مثل هذا المؤتمر؟ مثلا مفاهيم مغلوطة عن الدين الزردشتي أو الآشوري، أو حتى هناك مفاهيم مغلوطة عن بعض ما يسمى بالفقه الإسلامي الذي يؤخذ عليه. ربما يكون هناك أحاديث ضعيفة، ربما هناك يكون مفهوم يعني ليس بصحيح يتفوه فيه الكثير من الناس. مثال يعني داعش عندما أتى وفعل وقتل وسبى، هل هذا من الدين الإسلامي؟ عندما يكون هناك ندوات عن الفهم الصحيح للدين الإسلامي مثال وباقي الأديان، أعتقد بأن هناك سيكون تكاتف أكثر وانفتاح أكثر بين الأديان. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا شيخ. تفضل أستاذ. هذا الميكروفون مايكي دي. تمام. يعني بالنسبة للتوازن بجريدة نخب هارفي بكم
despeki spası dikim hani taybet hevalin jin vederi ditin rengi ona juda buyna ona nırkandine ona ditin jibo mu pır green bu despeki jibo via hevalin ku amade kari kirne vi kombuyne çekine joanar spas dikim ama dıştaki mendit esnek aciz kuntu hazmasına kurtasın nırkandına haseviya bikim heval kutu dakika es dume dakika keme es hevidar nektim dem karım bidim ez kurtası bejim jiber lazımı yani ez fikrim ku psikrikame esası dıvırdaya minak doğruda dinvisine ve ki şiar duruşma dıvıcı bıbratiya olan em nırfen müravahi bilint bikirim eğer raste bıbratiya olan o bıbratiya huşkan nırfen civake nırfen müravahi bilint bikirim jiber bu psikrikame esası dıvırdaya yani em bir hevsengi çinakın minake gezmedim 2015 Suudi Arabistan mijarek hateni kaşkarım usa gridaj jin hebunaz jin ve ki ontolojik nırkantına jin henek mijar hakkın serziman o doğruda jigotun ku jin insana an ne insana ev mijar hateni yani mi kaşkarım çima muhaz es taybet ya benim serziman es bavarım yani em gelek caram şoreşini cihani duhoyne tekoşina jinan duhoyne doğruda her yeku nez em nasıl şoreşa Fransa buna despeki derketin çi bu işte jibo brati daha tebotun ama servaskine lazım bu jibo brati jibo kuşkuyu jibo vaykevi lazım yek mutfas yani dıvırda mijarek em kur bubun derdora viyada bebe ev jibo mepır giringe hemen deme yani rastı gelek mijarhenin ku lazım brov nikaş bike em juraki komite jinoloji em gelek ceraman mijarhan navhada nikaş bike giringe ama yani Runiştandına beriya ve tam nay biramın hevala ki peyveki karane peyva piroz karane hani gor nerinome aji gor lekoline ko emdik piroz ve ki peyji tu biçi zamanan gıştı demato lekolin diki ve ki koka lekolin diki ye ronahit de ye şaft de ye kombuyune çetike ye civak buyune çetike o demato peyji bugri ve ki nırhandı ji bugri ev gıştı derdora jin da çetme ama çiv ye ku rojame iroda jin kediye dve aslında minak nırhandında nırhandını bulurun nınave heva birdir Dınırhandırı kadar annesi her zaman da becek bu işte emma ki jinin ezildiği em usanedin azadın acı hevsengi navbera jin uzlanda he evci aslında kapandı ve ki ku emma ki jin yani em gıştı ama taybet emma ki jin lazım hanedin ser yani lehurgun bugün mekken ki kudere çava hundakı jiber ku rebera po parasını mekay pencemin de jimera pırsek de becek ku demavın mijaran anji buyeran destigrin duhazın rastiya jine derken bu nevi pırsı bakın çıhat sere xudavend anji çıhat sere jin ka emma mijare olva hayya roja meliro em destigrin rasti çıhat sere jin çı mekuderi da hundakın anji eğer o ki şiar da dinbisine nırhen mrovahi nırhen civaki eğer em kon bakın lazım heneki mijarin oli em nuva binlerina jin em despigrin u binarkhine minak pır zevacı na temeli küçük zevac mijare mirase gelek mijarenin kurası mro hojane usa serda legurgun buke nikaşı buke lazım bana binlerina jin u be fikri jin va bana jaredin var şirovekri miş kurtası khas esa nerine khapar vektum jaredin spas أي مداخلة أخرى؟ تفضل أستاذ. سلام برز جبو خاطروا دسبيكي أف كونغرا هاتي دارستنا بيروز دكر سر خيري بيهم سرقفتني جير دخوازن براستي ملت خاص از مجاري ديرو كاجنيت بيشتغل جبرقي حوالي جني حاضر يعني بعربي تبيجن كف ووفو أو باشتش بزانن أما مشكلة كردة هي حقيقة أول يعني أجي مجبور موي بيجم أو جويد بيجم جبرقي حقيقة أول السبب أساسي از بخوازم چی بيجم يعني أب كونغري ما تشتكي باش بو
تشتكي بالكيش جي بو إيرو روج باجار حسك يعني بيجن دروجاواي كردستان دي كونغريكي بفيرنجي پیش دکمه دیچه کرد دبن فکر و فلسفه ربر آپوده کنگرین ولو جهانی گلک جارا هاتنه دارخستن اما به انجامانه درای هم ده وقتی نرینا منی شخصی گرک هم دستپیک راجم ترسی یعنی چهام راجم ترسی وقتی سرقاتی دبیجه گرک هم هنکی بجرأت هنکی بمیرانی تشتا فکن و نقاش بکن يعني ام نترسم هنکی گروور نکن يعني ام تشتي هي وكو حاضر انا هي عملوا هناك كلاسيكي خوشك لنك برا عم بيطرس نقاش برا نقاش هناك ذكي مثلا بيجن شكستن كرد دركه شو حوالكو يعني نيبي قلت ما تبليت من عينجي او قلت بقى ديروكا اولاد اسبيك غيرك ما فكره كاول شقات يعني شو كده يعني وقت الجواكا خوزايد يعني بري ادم سبنا اسرار بدي قالك سيدانا بين حسيان قالك سيدانا بريد بيجن مثلا حتى اديان سماوي ده هجر خريستيان بي يعني يهودي بي يعني بيجن مسلمان بي بيجن انسانيت ادم دسبيلي اما حقيقتها جو الى رو يعني مجتهدين زانيار يوليجي دبيجن وعلماء احافيرا وعلماء مثلا انثروبولوجيا دبيجن بني ادم بقلك يعني او جيانا انسان بتقري 4000 يعني 4 مليون سال بينما ادم عملينا 10000 سال جفاكا خزاي حتما بني ادم 28 امتا بني ادم جيان ديري جبر جفاكا خزاي جن خداوندا جن ري ببرتيا جفاكيه شكستن دو كرد چيبو شكستن چيبو دماغو پیشنتی دست جنی هات کشاندن پاشرا باورد کم ایام سومر ده زخورات هاتن هوا کرن پاشرا راهبا چواجن وکی تشتکی نباش تشتکی خاشا قریج او دانه نشاندن پاشرا او وکی ساحر وکی او دانه نشاندن پاشرا خود گیری خود يعني اله خداوند جور ده جهادیه مثلا گرک ما دیروکا توطن بگرن که توطن چیه پشتی توطن مثلا مصرعی هاتیه مصرعی گرک ادیان درکتنه مثلا گرک ما مانوی بگرن گرک امورن ازدیت زردشتیت نوکی هم ازدیت کمتره جی ازدیت جی هلاوی علاوی گرک ادیان درکتنه حتی پاشن گهانه هر چهار دینی گو ایرو امسر نفاش دکن گرک اف همه ورن بکرین براستیجی يعني گرک ام ناس بکن گرک ام دیروکی وان ناس بکن چه هاتیه مشکله يعني انا دوی عجله ده نکارم باش با مثلا جی فکر پاشره وقتا دش سومر ورده ایدی گها يعني سیاست يعني جنبیشن ذهنیت السلطه یا دولتی جفره يعني خدا كليه وكي تشاوش يعني شخور اني كاراني لسر وي اساس لسر نافي خدا حرتش كريه شخور مشروع كريه شخور او كريه باش قانون جدر كدنا قانون زاغون جي بيشتي وين هاتنا درخستن داج حمورابي وفردا قانون جي هاتنا تشيغري قانون شخور سر بي اساسياتنا تشيغري سر اساسيات سر اساس ذهنيت اسلام اي باش فردا الدين جوهر حضور كر دين نبو دين اساسا دين خودی چما دین چیگرنه دین جبو خدمت جواکی تنظیم کردن جواکی خدمت انسان دین مقدستر الجمع محور انسان يعني به انسان ما چه کنج دین او دین کی منابع السبب اساسي هذا دين التوحيدي دين التوحيدي جي للاسف يعني سرقاتي باش بين الدوله الكهنه السومريين نعمل حضاره ديمقراطيه باش بين مساله بتكي وانجي عيني او كر يعني سربان ديناش تعمل مثلا كشتني يقول ايامي اوروبا بناوي كنيسه ده بناوي شيء من اثر وانا هم ناش تعلم اليهوديه ده ناش تعلم از تنت مسلمانيه ده بشتغل مثلا پیغمبر دينك اواكر تجربه مدينه منور وثيقه جهاتي اواكرين وكي بنگه هك اواكرنا اداره ذاتيه ايرو ده 2014 کنگره آمده گلدار کرد سبب اساسي 10 سال مسلمان خريستيان ازيدي وثني هر کسی ده جيان كريا ببراتي بحشكرين بحرتش پاشر اسلام مضاد هاتیه چیکرین بنی امیه ده استمرار کریه او سنیه ده سلطه یا دولتی هاتیش کاندن اسلام دورده ده ایام عباسیه جی هاتیه جیان کرین پاشر ده عثمانیه ده هاتیه جیان کرین ایرو رو دولت قومی ده جی هاتیه جیان کرین اما دفعه بس تده قطره بس
باشا دولة قومي شونا ما إيرو روتي هلوشاندن يا هري تالي شخصي صدام دهات هلوشاندن نما دوردا سرقاتي جبرجو بماي حمي بخبرانه جبرجو بماي حمي فيلسوفانه شفا ايديولوجي شارد ميسيولوجيا علم فلسفه والسرقاتي جواهر شارع يا هري صافي يا هري زلال يا هري باقج جبو خاطري افاكرنا جواكي بوليتيك اخلاق محافظ سلبي اجانا بتكون كردي مردنا كان فناك اللي نقرن حق وما في جني اعتراف دكين جبو خاطري جواكي بفيرنج وري افاكرن يدي سلوك قديمه فلسفه الامه الديمقراطيه دا افاكرن يرو بخيراوي ازون وحركز جي دبن سيا في فلسفه دا بخيراوي فلسفه يرو از وزردشتي ويزيدي وخريستيان وهركس الفير حتى دبيب والجهوجي هبانا ويدبر موجود وانا انا علوي هركس يرو رود فردا دبن في فكرو فلسفه دا جيان دكي ببراتي والله تفكرين بكتكم تمام سرقتنيش بود خوازم جرك آلية عمل دركبه يعني خوازم وين بيجي يعني أمي تشكل فيش تي في مؤتمر أمي تشكل تمام مؤتمر دارخست رسالة جهاب نعم ما فهم كر أما أمي تشكل يعني قابل وأم فيش تي فينا بابيجي آلية عمل ويشبه جرك أو ورد داين وأمسر أساسي وينا كار بكن أم بكن أنجم أكيد المواضيع كبيرة وتحتاج يعني دراسة أفضل مشان نستفيد من نتائج المؤتمرات اللي بنساويها. تفضل الأستاذ. شكرا جزيلا. أول شيء أنا أولا كانت عندي مداخلة واحدة بس الآن صارت مداخلتين. المداخلة الأولى عامة. المداخلة الأولى عامة الكلمة تكون طول وقتها الكلمة اللي يخطب 5-7 دقائق. المداخلة هذه برستيج البروتوكولات معروفة دقيقة دقيقتين مو أكثر بس أنا أسمع يعني خطب المفروض الناس تعرف. المداخلة مالتي إنه المرأة في النصوص المقدسة وبالتحديد في القاثات الزرادشتية أو في جزء يسنى من آفيستا المرأة يشبهها بالأرض. ليش اثنيناتهم المرأة والأرض يحملون في بطنهم واثنيناتهم يعني يعطون بدون مقابل والاثنين هم سبب وجود الحياة. المرأة هي سبب وجود واستمرار وجود الإنسانية والأرض يحمل في بطنه من معادن ومزروعات وآبار ومياه وكذا. هذه عندك تشبيه. لهذا السبب المرأة في الزرادشتية مساوية تماما للرجل من ناحية الإمامة. يعني بالأمس عملنا مراسيم رائعة جدا أعتقد لأول مرة في تاريخ سوريا إنه عندنا سيدتان زرادشتيتان بعد دراسة 3 سنين دراسة واختبارات كثيرة الحوزة وافقت إنه نمنحهم درجة أسروان. فتاريخيا ايضا موجود عندنا بالمراه الزرادشتيه في الامبراطوريه الميديه التي حكمت كل هذه البلاد من بلاد ايران بلاد اريانا فيجا وبلاد الشام بلاد الرافدين لحد مصر كلها كانت تحت الامبراطوريه الميديه الكرديه. فعندنا كانت يعني وزيره دفاع ورئيس وملكات واميرات وعشرات. وشكرا جزيلا. شكرا استاذ. لدينا الان فيديو لناطقة باسم الاتحاد النسائي في المجلس العلوي الأستاذة سونغول مور سونغول. بيشتروان الكونفرنسا يعني هيجا وقيمت از نسر ناوي يكتيا جنن علوي وديمقراط وبرزداري سلاف دكرن ام علوي دبيجن كو مروف نينكا گردونینه ام پر کیف خشنکی ام جبو و کنفرانس تایبت hatın ve xwedin gelek şans gelek mühim eş koyme. Konferansa ve pır demeke dilogi de pekti. Hunji dizanın ki İsa
sed sala lozaniye. Uhum baş dizanı ki ev siyaset ta parça kırın him haji nave farklı kiriye u erdevan. Ev siyaset hum daha zedettir ki xwe behtine xwe mezin dike. Hunci baş dizanın ki ser tecrite gele Kurd, qırqırına gele Kurd, sed sale bi desti kapitalist modernite berdevan dike. 25 sale Brez Öcalan en davide başeci Rojavade, Bakurde, Başurde u ser Kurdin diasporada her deme qırqırın u tecrid qırın her tim berdevan dike. Erbi Mezopotamya'da Seol'e mezin jiyan buye u jiyana xwe berdevan dike. U xwe rexistin dike. Baveri edinne Baveriya Bavukalane. Kunci dizanın ki ev jiyana nuya kapitalist modernist ev ser bandorancı zulmü xwe bandora xwe her roj daha ziyade dike u dikeşe cem siyaset xwe qiriş. Ev konferansa eve duhazin ku rojnata navin îro her deride agir dibare. Agir ser kî dibare? Agir ser gelan, agir ser civak, agir ser jinan, agir ser siyaseti rastîcî gelê bi dest û olê bi dest. Ev gereki ev agir ser xwe rakin û him gelê xwe him baveriyên xwe azad û jiyana mînan azad bijîn. Dîsa ez dubare dikim ki tecrid û qirqirin ebe destê wê yê oldar em bixwazin radibin. Çawa radibin em baveriyen xwe baveriyen se mezin baveri Müslüman, Hristiyan û Yahudi em eke o ardê rojnata navî de bidin heviyek û olê vekemeyê berçav dûr dixwazin dûr bisekinin, dixwazin dûr bikin, ev cî xwe amade ne, destê xwe dixwazin bidin yek, bidin gelan, bidin oğlan, bidin baweriyan û em xwe rêxistin bikin, baweriya xwe xurt bikin û jiyana xwe azad bikin. Ez gotina xwe zêde dirêj nakim. Ez dizanim ki hûn îro hatine cem hev, hûn kur her tişt ser jinê, ser civak, ser gelê Kurd û Kurdistanê çawa devletê dagirker, devletê kapitalist modernîst çi dixwaze ser gelê rojnata navî çêke hûn kur diaxifin û planê wî çêdikin. Ez li ser navê Yekîtiya Jinê Alevî û Demokrat dîsa dibêjim ki serkeftin ya meye, serkeftin bibe ya mirovatî. Hûn bavermendê delal, hûn bavermendê qîmetçî jiyana darê de feqîyê xweş
جبون مرواتي مزكن وأم در دور اقدارا فكيجي بين يكهف وبن برا ببن خوش ببن آزاد ولات آزاد به جیانا به هر دلیده آزاد به ولات آزاد به باوری من آزاد به ولات آزاد به جنین من جیوانین من زاروک من آزاد به سلام و ریز سرکفتین جوارا سرکفتین جوارا خاطره و سرچانه. شكرا للأستاذة سنبل. أي مداخلة أخرى أو سؤال؟ تفضلي أستاذة. يعطيكم العافية. أنا اسمي قولي غزال، اتحاد ACD سوريا. طبعا اسم الإنسانية راح نحكي. الإنسانية يعني مشاركة المرأة والرجل وكافة الأديان. مثل ما شفنا بالبداية الأديان كنا متفقة على الإله الواحد. الحياة المشتركة بقول أنا لإخوتي الرجال يا رجال الأرض يا ملح الأرض من منكم يصلح الملح إذا الملح فسد. فهذه المقولة بتقلنا كل واحد يراجع نفسه، على الأقل يقارن نفسه بنفسه سواء على الصعيد الشخصي أو على صعيد الدين. أنا بجي بنقح ديني بطالعه من الأغلاط اللي هو فيه بقدر الإمكان. إذا كل الأديان هيك ساوت وكل شخص راجع نفسه بعتقد راح نوصل فعلا للإنسانية اللي حق نعيش فيها ونرفع فيها القبعة ونقول نحن ساوينا مدينة أفلاطون. وبتشكر الجميع. شكرا جزيلا. أي مداخلة؟ تفضل يا بازبي. يعطيكم العافية. هي مداخلة بسيطة يعني كلمتين أضم صوتي لصوت زميلاتنا اللي بعدي. بسم الله الرحمن الرحيم. باسم من خلق الزوجين الذكر والأنثى وجعل بينهم مودة ورحمة. باسم من أعطى حق الحياة للمرأة ومنع عنها الوأد وجعلها تتمتع بخصائص الإنسانية كافة. قال الله تعالى الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. أضم صوتي لصوت زميلاتنا اليوم في جميع الأديان والمعتقدات. إنه على المجتمع أن لا يستهين بدور المرأة الريادي والصناعي، بل على المرأة ذاتها أن لا تستهين بنفسها وبدورها في صناعة الرجال. إن أهم بناء هو بناء الإنسان، ليس بناء جسم الإنسان فقط، بل بناء عواطف الإنسان وأخلاقه. وأن يربين في أحضانهن بشرا دون عقد وإنسان صحيحا وسالما، تلك أهم قيمة لعمل المرأة وإثبات ذاتها. وبتشكر جميع من ساهم في عقد هذا المؤتمر إلهام، ونرجو من الجميع تطبيق ما يعني اليوم اجتمعنا عليه، وإن شاء الله مثل ما نقول يعني مؤتمر ناجح بإذن الله تعالى. شكرا أستاذ بيدا. الفيديو الأخير دكتورة لاريسا صفا، مديرة قسم الأبحاث والدراسات في مركز حوار الأديان والثقافات في لبنان. بفضل الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وأزكى الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا ونبي نعتذر عن عرض الفيديو بسبب مشكلة في التكنيك. في نهاية محورنا لا يسعني سوى أن أشكر
أن أشكر السيدات سعاد حسو ناطقة باسم الاتحاد المرأة اليزيدية في شمال وشرق سوريا، الأستاذة مادلين خميس الرئيسة المشتركة لحزب سورايا الديمقراطي، الأستاذة إلهام أحمد الرئيسة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطي، الأستاذة شفاء الصوان باحثة في شؤون المرأة. أتشكر جميع الحضور وأنهي محورنا الثاني بأبيات للشاعر الياس فرحات يقول: فيما التقاطع والأوطان تجمعنا قم نغسل القلب مما فيه من وضر، ما دمت محترما حقي فأنت أخي، آمنت بالله أو آمنت بالحجر. شكرا جزيلا لكم. في عنا بقية باسم أهالي مدينة السلام، مدينة عفرين المحتلة، من ظلال أشجار المحبة والأخوة، من الأهالي الذين يرون شعلة حرية قادمة من قوة الأديان يدا بيد، محررين مدينتكم من رجس أعداء الله والدين، ومن أهالي الشهباء وحلب المنصورة لمؤتمركم الموقر أحر التحيات وأسمى آيات المحبة والدعاء للتوفيق والنجاح الدائم لكم، ومن أمنياتنا لكم أن يكون مؤتمركم الثالث في مدينة السلام عفرين. باسم عشيرة المشاهدة خليل حمادة يبارك مؤتمرنا. والآن وصلنا إلى نهاية اليوم، وغدا الساعة 9 صباحا نبلش مؤتمرنا. قال لك سباس جبوه حمية وقهدا كريم وتباشا كرنا واحد تغيكي صباجي وحمي قدام الكوميتي أولية جزيرة ويتم حاضر من برنامج الصبح أكيد تجي ديسا أوجي أم بيبينا وديسا هركز الساعات نهارده الساعة 9 صباحا غدا إن شاء الله لنا لقاء مع بعض الله. لنا لقاء عند الله. قال لك سباس واحد. أنا عارف هنبدأ بقى